طيب تعالوا بقى نحكي القصة بتاعة الين. خلاص، القصة دي من أكبر وأتقل قصص توائم الشعلة الكوني اللي ممكن تقابلوها. القصة دي مش سهلة أبدا. تفاصيلها كتيرة جدا، أشخاصها كتيرة جدا، كرماتها كتيرة جدا. قصة تقريبا زي ما تقولوا حصل فيها كل حاجة وأي حاجة. التلاعب اللي حصل فيها كان كتير. خلاص، التلاعب من كل حد بقى، حتى لو هما التوائم نفسهم اتلعبوا على بعض وهما مش واخدين بالهم او مش فاهمين. يعني القصة دي هما تم خداعهم كلهم تقريبا بصورة او بأخرى. يا الايجو خدعهم، يا هما خدعوا نفسهم، يا اما الاطراف اللي حواليهم خدعوهم. خلاص، ولكن من هنا القصة دي هتلمس مع كل حد فيكم في حتة معينة في كل في السيناريو بتاع حياته، في قصته. اوكي، هتفهمكم كل حاجة، هتفهمكم يعني ايه علاقة، اصلا علاقة روحية، الفرق ما بين العلاقات الروحية وقد ايه بتبقى عميقة، واي علاقة تانية نرجسية او مش نرجسية، او اي علاقة، او حتى علاقة سول ميت. خلاص، وازاي العلاقات الروحية زي اللي هي علاقة توأم الشعلة بتتنقل يا جماعة من حياة لحياة لحياة. هو كل اللي بيحصل لنا ان احنا بننسى، لما بنيجي الحياة بننسى. خلاص، وفي القصة دي هتكتشفوا ان برضو ساعات كتير بيبقى رحمة من ربنا ان احنا مش فاكرين كل حاجة. خليني اقول لكم، احنا بنبقى لو اتخانقنا مع حد ولا حصل حاجه، احنا اصلا بنبقى عايزين ننسى. فتخيلوا بقى لما بيبقى الوجع والالم جاي من مواقف فعلا وحشه. مش سهله ان احنا لما هنحكي القصه دي، مش سهله ان انتوا تكتشفوا ان انتوا كنتوا قاعدين مع ناس كانوا سبب في قتلكم مثلا. انتوا متخيلين؟ مش او حرضوا على قتلكم. انتوا مش متخيلين الشغل التشافي اللي اتعمل عليها. لدرجه ان كان في لا، هو كانه شغل، يعني كانه احنا بقى مدرسه. اللي هو التشافي ده ما فيش، بنصحى كل يوم الصبح نشرب كوبايه كده تشافي على الصبح. انتوا متخيلين؟ جنب في تشافي. احنا هتوريكم احنا ليه بنيجي اصلا في الحياه ديت، بيبقى علينا كرمات بتتعمل ازاي، ولما بنروح الحياه الجديده بيبقى ايش، بنبقى الكرمات بتاعتنا بتبقى عامله ازاي، والقديمه بيبقى حصل فيها كرمات ايه. اوكي، فهي مش سهله. بصراحة أنا نفسي كنت كان عندي تردد كبير قوي ان انا احكيها. ده من ضمن الحاجات اللي خلتني برضو ان انا ابقى الفترة اللي فاتت قاعدة براجع في افكار وحاجات كتير. ليه؟ لان هي فيها كشف حقائق جامدة. خلاص، الناس لو عرفت الحقيقة هتستعمل الحقيقة ديت في الخير من الاخر. فكنت قاعده بفكر هو ازاي احنا نقدر نوصل الكلام بس بطريقه ان ما يتمش التلاعب بالكلام برضو. وده كان بيحصل على كل المدار على فكره، وهيفضل للاسف يحصل. يعني عشان كده بقول لكم، انا كنت قبل كده كنت بقول لكم خلوا بالكم من الناس اللي انتوا بتسمعوا لهم قوي، لانها وفي زحل الحوت هو فتره روحانيه. خلاص، والوعي هيختلف بطريقه غير طبيعيه. وفي ناس يا جماعه الحدس والوعي والبصيره هيزيد عندهم جدا، الرؤى هتزيد جدا، السور ريمبرنس هيزيد قوي. بس كمان هيبقى للاسف، لان كمان حته الروحانيه هتبقى ترندي. خلاص، فبرضو زي ما اي حاجه بتطلع ترندي، الدارك انرجيز بيعرفوا يخشوا للناس اللي هم عايزين شهره، عايزين مال، عايزين مش عارفه ايه، عايزين يبانوا او يظهروا. فاهميني؟ فهيروحوا داخلينهم في الحته دي. بس احنا بيبقى علينا بقى ان احنا نعرف نتبين. خلاص، نعمل فلتر لكل حاجه حوالينا. فاللي انا هقوله، اللي انا هحكيه دوت، انا خدت قرار بصراحه. انا مش هخبي حقيقه، او يعني لو هحس اللي روحي بتقولي قوليه هقوله، واللي روحي بتقولي ما تقوليش دلوقتي مش هقوله. تمام؟ ولكن برضو في كل الاحوال انا ببقى هقول لكم يا جماعه ان انا هبقى حاطه نوايا ان الكلام اللي احنا بنقوله ده عشان يبقى استعماله في الخير فقط لا غير. تمام؟ وفي ان يخدم الخير، في الجانب الخير. اوكي، اي حد بقى هيعرف معلومه يتلعب بيها مش عارفه ايه، هيبقى فيها كارما كده كده. وخلوا بالكم يا جماعه من كارمه العلاقات. كارمه العلاقات هتشوفوها من حياه لحياه لحياه، ما بتقفش. فما بالك بقى من حياه واحده؟ احنا في الحياه الواحده بنبقى منهارين، فما بالك بقى قاعدين من حياه لحياه، قاعدين بتنهاروا الحياه بتاعتكم عامله ازاي. عشان كده لما كنت بقول لكم، انا بتكلم على حته الاطراف الناس اللي هم بيجوا مش توائم شعلة وعايزين يبرروا لنفسهم علاقاتهم دي. خلوا بالكم ان انتوا لو مش توائم شعلة، خلوا بالكم جدا من كارما العلاقات. الين تقرر انها تشارك القصه بتاعتها معانا هنا اهوت. عايزه اقول لكم انها كانت قاعده تشافي فوق ال3 شهور بس عشان اللقطه ديت. فطبعا هي عارفه ان هو ارشادهم، لان هي ده ميعاد كسر الكارما بتاعت ال8 ولا ال9 اشخاص في الحته دي، وميعاد كسر الكارما في الحياه ديت. ليه بقى؟
لان مجموعه التوائم هم كل التوأم كوني، هم توأم كوني للمجموعه اللي في المجموعه دي، هم توأم كوني اللي هي في القصه اللي هنحكيها دي خلاص. وهم في الصوره الكبيره، الصوره الروحانيه بتاعتنا الكبيره، ان هم اخدوا ده عقد هم اخدوه على نفسهم. التوأم الكوني يا جماعه لما بيتشافى، هم بصوا هم اصعب تحديات بتكون عندهم خلاص، ولكن عشان كده بيبقى ربنا مديهم تسخير كبير جدا في الكون. اوكي، بس خليني اقول لكم ان التشافي بتاعهم بيفرق جدا في كل الكولكتيف، كل المجموعه بتاعه التوأم ان شاء الله بتبقى موجوده في المرحله ديت في الحياه خلاص. بيرفع على طول الذبذبات، بيرفع الوعي، بيساعد توائم الشعلة التانيين ان هم يكسروا الكرمات بتاعتهم، بالذات اللي هم اللي مش توأم كوني خلاص، ويفهموا بالظبط الاحداث. فهم التوأم دولت، التوائم دولت شايلين الحته ديت، شايلين المسؤوليه ديت. فعشان كده الين ارشادها ان وقفي بقى مقاومه، وقفي رفض. هقول لكم كان ليه في كل الحاجات دي، وهقول لكم هي عملت ايه برضو علشان توصل لكده. لازم تشارك معانا القصه بتاعتها. كمان منها تقدروا تعرفوا ازاي احنا بنبني العهود والمواثيق بتاعتنا اللي احنا بنعملها فوق خلاص، وان في حاجات ينفع ان احنا نكسرها، وفي حاجات ما بتتكسرش. يعني ده عهد، احنا واخدين عهد بالذات لما يبقى كارما فيها اشخاص كتيره جدا خلاص، واشخاص كتير متضرره. فمهم ان هم يبقوا عارفين الحقيقه، مهم انهم يوصل لهم الحقيقه خلاص. وبالنسبه للين، لان هي ديت شنطه ادواتها هي، والقصه في الاصل بتاعتها، وهي اكتر حد متشافي وشغال على نفسها وكل الكلام ده، فهي عليها، هي دورها ان هي اللي تكسر الكارما ديت خلاص. وفي نفس الوقت هي اللي تبقى بتشارك، حتى لو هيبقى المواجهه بالنسبه لها صعبه، ولكن هو لازم، عشان زي ما كنت بقول لكم قبل كده في القصه بتاعه البنت وحماها، عشان الكون ما يعتبرهاش تدمير ذاتي. انتوا الفكره يا جماعه ان احنا بنفتكر ان احنا بنتصرف صح، ونكتشف بعد كده ان احنا متلعب بينا ومتصرفين غلط. هي دي مشكله، فالاختيارات بتاعتنا بيبقى فيها تشوش خلاص. ف لا يعني انا عشان كده بقول لكم سقطوا بقى كل الكلام اللي احنا هنقوله دوت على القصص بتاعتكم، هتفهموا انتوا بالظبط ايه طريقه الاختيارات اللي انتوا المفروض تعملوها من حياتكم خلاص. يعني تتصرفوا ازاي في القصص بتاعتكم. والسؤال اللي على طول بتسأله، هل لازم نوصل للتوأم، للوحدة النفسية ولا لا عشان نبقى مع التوأم؟ والمتجوزين اكتر حاجة مضايقاكم ان انتوا ليه بتقابلوا توائمكم وانتوا متجوزين. هتفهموا ان هي مش علاقة، الموضوع اكبر وابعد من كل الاسئلة ديت. هتشوفوا دلوقتي واحنا قاعدين بنحكي. هتعرفوا ان زي ما كل مرة بقول لكم ان فعلا ربنا ما بيظلمش اي انسان خالص يا جماعة. الخطة دي خطة سبحان الله محكمة جدا جدا جدا. كل حاجة فيها حقيقي، كل حاجة فيها هو ربنا بقى بيديرها، وارواحكم بتبتدي في الحياة دي بين ويانج خلاص. هننتهي في الحياة الباست لايف اوكي، معانا 8 و9 اشخاص في الحياه ديت اوكي، منهم 4 توائم شعلة تانية. القصه دي هي خدوها كانها كيس ستادي، عشان احنا دلوقتي هنسقط عليها مراحل توائم الشعلة من اول حته الهاني مون فيس، وبعد كده هنخش على حته الرانر والتشيزر ازاي بتتعمل خلاص، وبعد كده هنخش على مرحله الايجو وازاي بيبتدي يحصل شخصنه الامور اوكي. وهتشوفوا بقى الكارما، وهنخش بعد كده على الباست لايف كارما واللي دلوقتي، وهتفهموا بقى الحوار اتعمل ازاي. يلا نبتدي. مرحله الهاني مون فيز اتقابلوا امتى؟ هم اتقابلوا في الحياه دي زي ما قلت لكم. هنبتدي هم في اول حاجه ين ويانج اوكي، اتقابلوا في الحياه ديت، اتقابلوا في الشغل بتاع اليانج اوكي. هقول علامه كده يعني من الحاجات العلامات اللي بصوا، انتوا لما بتقابلوا توائمكم ممكن تلاقوا حاجات غريبه جدا بتحصل، انتوا نفسكم متبقوش عارفين وبتخافوا ان انتوا تتكلموا عليها اوكي. فانا هحكيها، بس بقى تاني بقول يا جماعه انا بحكيها علشان الناس اللي بيحصل لها الحاجات دي تطمنوا ان انتوا مش لوحديكوا، وتطمنوا ان انتوا يعني اللي انتوا بتحسوه، او انتوا الالهامات اللي بتجيلكوا دي انتوا كده صح. ربنا لما بيدي قدرات يا جماعه، وبالذات في القدرات الروحيه دي خلاص، على فكره ربنا لما بيدي قدرات دي مسؤوليه اوكي. عشان في ناس للاسف بقت دلوقتي تستعمل القدرات بتاعتها دي بشكل فيه تعالي على بقيه الناس عامه، او بشكل ان هم يعني اللي عارفين كل حاجه ومفيش بعضهم اوكي. فخلوا بالكم جدا ان ليها كارما، الحاجات دي زي ما ربنا بيديها هبات كده بتتسحب. في
بقى نوع تاني، النوع التاني ده اللي هو بيختلق القصص، اللي هو ايه، انه احنا روحانيين جدا وبيحصل لنا مش عارفه ايه وشويه شويه هنطير. خلوا بالكم يا جماعه، خلوا بالكم ان انتوا الفتره، انا زي كل شويه قاعده باكد على الموضوع ده جدا، ان خلوا بالكم الفتره اللي كان ينفع يحصل فيها الحاجات اللي كانت هتعدي، في الفتره دي مش هتعدي، لان احنا اوريدي يعني هم يعتبروا سنتين ونص شويه. مش عايزه ابقى بتكلم بسلبيه، بس هم كرميه شويه. فخلوا بالكم على افعالكم كويس جدا، على يعني مش لازم تافوروا حاجه بتحصل لنا، بتحصل لنا، ما بتحصلناش خلاص ما بتحصلناش، ويبقى فيها حكمه، وتاكدوا ان دوت خير ليكم. خلاص خلوا بالكم والنبي يا جماعه. نرجع للقصه بتاعتهم ايه. ان هي الين لما في مره من المرات، يعني كانت مره من المرات وكان لسه متعرفين على بعض، يمكن تاني او تالت مره على ما اتذكر يعني. خلاص شافت هنا عنده، هنا في القوره هنا هو مكتوب عنده ايه، مكتوب كلمه انا الراجل. خلاص وكانت مكتوبه بالازرق. هو طبعا هو ما يعرفش الكلام ده خالص. خلاص وهي لما شافت الموضوع ده هي ما بقتش عارفه هي ايه اللي شافته، هي اتخضت. وده بيحصل ليكوا كيان. انا زي ما قلت لكم ان اليانج هم اللي بيتعرفوا عليكوا. خلاص ليه؟ لان اليانج هم اللي مور روتد، هم اللي شاكرا الجذر عندهم قويه. انتوا ما بتبقوش الشاكرا دي عندكم لسه، بتبقوا لسه هتخشوا في التشافي، فما بتبقاش قويه خالص خالص، ما بتبقوش متجزرين. اوكي، لا رجاله ولا ستات. تمام. فهي هو اليانج لازم هما اللي بيعرفوكوا، لكن انتوا يعني هما بيعرفوكوا بس بيبقوش عارفين ان انتوا توائم. هما بيعرفوكوا، هما بتلاقيهم بييجوا يتكلموا معاكوا. خلاص لكن انتوا اللي بتعرفوا بعد كده تقولوا اه دي العلاقه دي اسمها كذا، ده اسمه التوأم كده بقى. فاهمين قصدي؟ فهي شافت دوت مكتوب وهي اتخضت. يعني كان بيكلموا في بعض في حاجه ومش عارفين، فلما شافت كده فهي مش عارفه، هي قرت الكلام اللي هو في عقله، فهي شافته هنا هو اتكتب عنده، ولا هي اكتشفت ان في حاجه عندها هي مش فاهماها. خلاص ودي من هنا دي كانت اول مره اولا هي اول مره تبتدي تتعرف على القدرات بتاعتها الروحيه. خلاص وفي نفس الوقت هي ابتدت تخاف منه. وده اللي بيحصل على فكره، انتوا كاين ان انتوا في الفتره الاولانيه دي ما انتوا بتخافوا من التوأم، لان انتوا مش عارفين هو بيعمل فيكوا ايه. انتوا ما بتبقوش فاهمين هو ايه، انتوا حاسين بتغيرات بتحصل في شخصيتكم وفي افكاركم وفي وعيكم، بس انتوا مش عارفين. خلوا بالكم ان البدايه دي الكونداليني بتبتدي تتفعل. انا زي ما قلت لكم هنا هوت الكونداليني بتتفعل اول ما بتشوفوا بعض. خلاص او مثلا بالنظر او باللمس، اي حاجه من الحاجات دي بتتفعل. ولو قعدتوا 21 يوم ما تشوفتوش بعض الكونداليني بتختفي. خلاص الكونداليني ديت اللي هي طاقه الخلق عامه، وطاقه جباره، طاقه في كل حاجه بقى. عشان كده انتوا ما شاء الله بيبقى عندكم حظوظ بعد كده عاليه جدا مع بعض. تمام. برضو عايزه اكد على حاجه عشان السؤال ده بتساله كتير. انا ضد يا جماعه اي ممارسات غير طبيعيه. يعني ايه؟ يعني ما حدش يجي يقول لي انا عايز تمارين عشان افعل الكونداليني، ما حدش يقول لي انا عايز تمارين عشان العين التالتة عندي تتفتح. انا ضد الكلام ده خالص يا جماعه. انتوا اصلا بصوا لو دوت الميعاد بتاعه الصح هتتفتح من غير اي حاجه. انتوا عليكم بس ان انتوا يعني ايه تكملوا في التشافي بتاعكم وتفتحوا الشكرات بتاعتكم، تنظفوها، مش تفتحوها تعملوا تمارين. ده غير ان انا في منكم بيبقى جايلي بتمارين، انا بصراحه ما اعرفش الاشخاص ديت. انا ما باخدش تمارين من اي حد، وبصراحه ما في تمارين ما بحبش ادي الكلام ده خالص. ليه؟ لانه اصلا في العادي انتوا بتتفتح عندكم الشاكرا دي لو مش ميعادها. اوكي. وعلى فكره هي عند الين لما بتتفتح هم ما بيبقوش عارفين اي حاجه خالص، هي بتتفتح عندهم فجاه، فكده كده هم بيتخضوا. فما بالك بقى لو انتوا اصلا روحكم مش مستعده، او ده مش الوقت بتاع الفتح بتاعها، انتوا عارفين هيحصل ايه. انتوا كده كده بتتخضوا لانكم بتشوفوا حاجات يعني بتشوفوا حاجات مختلفه. اوكي. انتوا هتتخضوا. ده غير ان انتوا هيبقى عندكم ممكن يحصل بنسميها هجمات طاقيه. انتوا غير ما بتبقوش محصنين مثلا. خلاص فما تدخلوش نفسكم في حاجات مش هتفيدكم خالص، بالعكس هتضركم، وهتبقى اكسبيرينس مش حلوه خالص بالنسبه لكم. فانا مع تاني بقول لكم انا مع ان كل حاجه تبقى طبيعيه وفي الوقت بتاعها المناسب. خلاص فعامه هي لما شافت كده خلاص هي عرفت ان في حاجه مش صح. يعني هي فهمت ان العلاقه ديت علاقه مش طبيعيه، ومعرفتهم ببعض ليها قصه، بس هي مش قادره تفهم. يعني ما كانتش هنا قادره خالص تحدد العلاقه ديت عباره عن ايه. وطبعا هو ما يعرفش اي حاجه، وهي ما قالتلوش اي حاجه من الحاجات دي تماما. اوكي. بالعكس هي حاولت ان هي كل اللي قالته له انت خضتني، وهو حتى افتكر ان هي بتقول له كده علشان بس يعني بترد له على اي حاجه تانية وخلاص. تمام. ادي موقف.
خلاص. هيمر حاجات كتير جدا جدا جدا، هنخش في المرحله الثانيه. هما كده بقى خلاص فتره الهاني مون اقفلوا على الفتره ديت، اوكي. هنخش في الفتره، ابتدوا الفتره بتاعه الرانر والتشيزر. خلاص. الرانر والتشيزر ديت اخدت معاهم سنين كتير. مهم يعني هحكي لكم كده موقف. الموقف ده بصوا هو موقف يبان بسيط جدا، بس الموقف ده من وقته الين اتغيرت ودخل فيه اطراف. احنا هنبتدي اللينك بعد كده بيهم كلهم عشان تعرفوا شخصية وصفات كل حد بتقابلوه في حياتكم، لان العلاقة دي هي بتبقى مقدرة ومفيش اي حد انتوا بتقابلوه بالصدفة فيها خالص، اوكي. هحكي لكم حاجه صغيره جدا. وعلى فكره ربنا تاني بيبقى مسخركم لبعض يا جماعه، اوكي. مسخر صفاتكم لبعض، مسخر ان انتوا يعني ايه، الين مثلا ناقص فيها صفات، اليانج عنده الصفات دي، اليانج ناقص عنده صفات، الين عندها الصفات دي، عشان تعرفوا ان انتوا تكملوا بعض. عشان بصوا انتوا دايما بتبقوا تلفوا بالطريقه دي، ين ويانج على طول، خلاص. ليل ونهار افتكروا بالطريقه دي، ليل ونهار، خلاص. شتاء وصيف، يعني هتلاقوا حاجات كتير قوي هتفكركم بالحته دي، لان اصلا الكون مبني طاقه انوثه وطاقه ذكوره في كل حاجه. فالمهم الموقف بقى دوت اللي حصل ايه. الموقف ده ببساطه شديده جدا من غير دخول تفاصيل كتير. هي كان عيد ميلاد اليانج وهي كانت عايزه تعمله سربرايز بارتي، خلاص. راحت عملت ايه، اتفقت مع الصحاب. الفترة دي اليانج بطبيعته هو مش، هو ملوش في الكلام ده، يعني هو تركيزه اكتر على شغله وعلى هو تفكير عملي جدا، هو ملوش في التفاصيل دي، ملهوش فيها، خلاص. بس على فكرة هي كانت عارفه ومتاكده ان هو بيحب جدا الحاجات دي. ودي يا جماعه التفاصيل بقى اللي انا بقول لكم ربنا بيكون مسخركم لبعض. يعني ايه، هو مش عارف ان هو بيتبسط بالحاجات دي، بس هي عارفه. ليه؟ لان دوت اللي هو مش بقول لكم الهاير سيلف، اللي هي الذات العليا بتاعت كل حد فيكم بتبقى مع التاني. فهو دي الشخصيه اللي هو المفروض يروح لها، ان تقدير الذات. فطبيعي ان انا بتبسط ان انا حد بيعمل لي عيد ميلاد، وبحس ان انا اليوم الحلو بتاعي ان انا اتولدت فيه، يعني ان انا ده على فكره نوع من انواع الحب الذات، تمام. فهي من جواها متاكده وعارفه ان دي حاجه تبسطه جدا وهيبقى مبسوط وطاير بيها وكل الكلام ده، خلاص. لكن ده بصرف النظر ان ده مش الواقع، وان هو مش مثلا مش بيعترف بالكلام ده، او مش بيحب ان هو يتعمل له حاجه من الحاجات دي، خلاص. فالمهم اتفقت مع مين؟ هي شافت حد من الصحاب بتوعه وقررت انها تروح تتفق معاها، اوكي. اتفقت معاها. على فكره هي دي الطرف الثالث، خلاص. هقول لكم عشان كده بقول لكم انتوا شوفوا الدنيا بتبقى ماشيه ازاي. وخلاص يعني اتفقوا، وهي اوكي ومش عارفه ايه واتفقوا ان كل واحده فيهم هتقول تبلغ الناس اللي تبعها. الين هتبلغ الناس اللي تبعها، والطرف الثالث هتبلغ الناس اللي تبعها، خلاص. خليني اقول لكم بس كده، عشان انا لما بقول لكم ان الاطراف الثالثه بطبيعتهم هم مش بيكونوا عاطفيين، تمام. هم زي ما بقول لكم الهارت شاكرا اصلا بيكون مقفوله، بلس ان كمان هم بيبقوا فيه كارما من الحياه اللي فاتت، ما تنسوش الموضوع ده. فهي لما الين حكت لها، قالت لها انا عايزه اعمل كذا وكذا 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 وكذا، كان اول رد هي قالته لها كانت ايه؟ انت مالك عامله له حاجات كتير كده ليه، تمام. ودي كان خلوا بالكم بقى من الكلام، دي كانت اول حاجه بالنسبه للين ضربتها. هي كانت ما كانتش فاهمه، هي بالنسبه لها هي حست ان في نفاق، لان ما ينفعش ان ده ما يطلعش رد من اشخاص المفروض انهم صحاب ويعرفوا بعض من زمان، تمام قصدي. والمفروض يعني ان هي كانت من اكتر الاشخاص اللي هو بيثق فيها، خلاص. فهي ما كانتش ابدا مستنيه الرد دوت منها، اوكي. ولكن هنا هي ابتدت تحس ان في حاجه غلط، اوكي. عشان انتوا زي ما بقول لكم انتوا بتبقوا فاكرين ان الاطراف الثالثه كانه هديه للحياه اليانج، بس الحقيقه لا. انتوا هتعرفوا دلوقتي حاجات يعني هتفهموا حاجات اكتر واحنا بنحكي دلوقتي، اوكي. المهم يعني عشان برضو تعرفوا بصوا اللي حصل بقى ايه. تفاصيل كتيرة حصلت ومش عارفه ايه وكده هوت وكل دوت، والين خلاص هي فاكره ان تمام وهي عايشه بقى في لالا لاند بقى مع نفسها، وبتعمل التورته وبتعمل الكريزه وبتعمل مش عارفه ايه وبتعزم الناس وكده هوت خلاص. علشان بعد كده وبصوا بقى يا جماعه، ربنا لما بيبعت الارشاد، وربنا لما بيقرر ان هو يمرر المعلومه للتوائم، خلاص. اللي حصل ايه؟ ان الطرف الثالث دي سابتها خالص 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 لحد بالظبط قبل الميعاد العيد ميلاد
ب3 ساعات، 3 4 ساعات تقريبا زي ما اتذكر. اوكي، سابتها هي كل ده، هي فاكره ان كله ماشي وقاعده بتعزم في الناس وكل حاجه، عشان بالصدفه البحته ما خلاص الموضوع ابتدى يتعرف. تمام، ففي حد من الدايره القريبه، الصحاب القريبين جدا اللي هما بيبقوا يوميا معاهم في الشغل، راحت هي عرفت لانها كانت بتكلم مع الين خلاص، فراحت راحت مكلمه الين وراحت قالت لها على فكره احنا ما حدش قال لنا حاجه خالص، واحنا ما نعرفش الموضوع دوت، ويطلعوا ان هم اصلا متفقين على يعني على احتفال تاني، والين ما حدش قال لها الكلام ده. تمام، وراحت بقى، خليني اقول لكم ان هي راحت قالت لها بالظبط كده اللي هو ايه، قالت لها اعتبريني جايه لك كده علاقات بتاعه اليانج وعن كل الفتره ديت. اوكي، والفتره دي طبعا ما كانتش الطف حاجه خالص بينهم هما الاثنين، بس طبعا بس بطبيعه الين ايه، انتوا بتكتموا، فهي ده اللي حصل، هي قررت انها عرفت كل الكلام ده وقطعت خالص. بعديها بعد المكالمه بتاعه البنت ديت اللي هي اللي راحت اللي هي من شلتهم يعني، لان هي من شلتهم، هي راحت مكلمه الطرف الثالث حكت لها، فراحت الطرف الثالث مكلمه الين وراحت قالت لها على فكره هو عنده شغل وجاي له زياره ومش عارفه ايه، والموضوع هيتلغي. الين بقى عرفت انها تقول لها انت ليه ما قلتليش قبل كده، عرفت انها تقول لها طب انتوا ليه ما دام انتوا عاملين له حاجه ما حدش قال لي ليه، ولا اي حاجه من الحاجات دي. عرفتوا ليه بقول لكم يا جماعه، انتوا الين انتوا في المرحله الاولانيه دي ما بتبقوش عارفين حدودكم اصلا، بتبقوا مباحين بصراحه، اللي هو انتوا اصلا ما بتبقوا اللي هو ما بتعرفوش تدافعوا عن نفسكم، ما بتعرفوش تجيبوا حقوقكم. ومش بس كده، هي كمان كانت حاجزه بعد كده مكان عشان لما يخلصوا كلهم شغلهم يعرفوا يطلعوا عليه. تمام، وتعالوا بقى انا عايزه افسر الحته دي، يعني خلينا نحلل الحته دي شويه. بصوا كيان، انتوا في الحياه دي رجاله وستات، انتوا انا هنا هتكلم على بدايه العلاقه ما بينكم، يعني لسه انتوا في البدايات الاولى ولسه ما دخلتوش في التشافي العميق. لما بتقابلوا التوأم، فاكرين احنا قلنا ايه، ان كل حد فيكم معاه الهاير سيلف او الذات العليا بتاعه التوأم التاني. اوكي، فانتوا هنا كيان انتوا عارفين انتوا معاكم اللي هو احسن البست فيرجن او الاحسن نسخه بتاعه التوأم. الفكره واللي بيجيب الانفصالات والمشاكل ايه، ان انتوا لما بتشوفوا التوأم بتتعاملوا معاهم بالنسخه الاخيره اللي هم المفروض يكونوا فيها او يروحوا لها بعد التشافي. فاهمين قصدي؟ يعني يا رب اكون عرفت ان انا افسرها او اوصلها لكم بطريقه بسيطه. فاللي بيحصل ايه، ان خلينا مثلا على المثل دوت، مفيش حد مش هيتبسط ان هو بيتعمل له حاجات 1 و2 و3 ويتعمل له شكل فسحه وبعد كده خروجه وبعد كده مش عارفه ايه وبعد كده وسربرايز وكل الكلام ده خلاص. لكن اللي بيحصل في الامر الواقع ايه، ان لان دوت انتوا بتعملوا المرحله دي، المفروض دي بعض يعني ايه، المرحله دي عشان هم لسه انتوا تكونوا هتخشوا في مرحله التشافي، فما حصلش لسه تشافي. فالفكره دي شايفين الكثافه بتاعه الحب اللي انتوا بتدوه في الفتره دي كين رجاله وستات، بيخوفهم مش بس كده، بيحسسهم ان هم بيطلع بقى كل المخاوف بتاعه والمشاعر بتاعه عدم الاستحقاق واحنا كفايه ولا لا، لانهم بيطلعهم بره الكومفورت زون، بره اللي احنا اتعودنا عليه. فاكرين الحبه اللي هم قدين اهوت، فاكرين هم اتعودوا طول حياتهم على الحته دي، ده بالنسبه لهم ده الامان بتاعهم، ده اللي هم بالنسبه لهم ما يطلعهمش بره الكومفورت زون ويخليهم يفضلوا يسالوا نفسهم اسئله كتيره، هم الشخص اللي قدامنا دوت عايز مننا ايه، هو احنا فعلا نستحق الحب، هو اصلا في حب بالطريقه ديت ولا احنا متخيلين. فاهمين قصدي؟ انتوا بطريقتكم معاهم دي انتوا بتدوا حاجات كتير، يعني اصلا العلاقه مكثفه في كل شيء على فكره، في كل حاجه فيها مضخمه فوق بقى ده كمان، ان انتوا بتبقوا بتتعاملوا بالنسخه الاخيره اللي المفروض هم يروحوا لها، ودي على فكره مقصوده، ولكن انتوا بتبقوا بتعملوها بلا وعي على فكره، زي ما برضو اليانج عندهم الحته دي هتلاقوهم بيتعاملوا باللا وعي، بس كل ده مقصود علشان يتم التشافي. لما بيحصل تريجر ما بينكم انتوا الاثنين والمخاوف بتطلع، فتعرفوا تفضلوا تسالوا الاسئله الصح ليه بتطلع، فتعرفوا توصلوا لحته الستبس بتاعه التشافي. اوكي، فهم فهي بس انا كنت عايزه اوضح الفكره دي. بالنسبه بقى للاطراف الثالثه، المشكله ايه، المشكله ان الاطراف الثالثه زي ما قلت لكم هم اولا هم بيبقى في حته اللي هو، عشان كده بقول لكم هم بيبقوا غير متعاطفين. يعني ايه، يعني مش بيحسوا مثلا ممكن
طب ما انا احترم الشخص اللي قدامي، احترم افكاره، احترم مشاعره، ما اجرحوش. الافكار دي ما بتكونش عندهم. ده غير ان هم بيبقى في حاجه في التصرفات بتاعتهم، حته اللي هم بيتعاملوا، ما عشان كده بنقول الشاكرا بتبقى مقفوله، الايجو بيكون عالي. الايجو هتحسوا ان في تعالي كده هو شويه في التعامل. يعني ايه؟ يعني هم دايما بيشوفوا عندهم مبدأ ان لازم اللي قدامنا يكون بيدينا، ده طبيعي وده مش اوبشن اصلا، واحنا لازم احنا ناخد من العلاقه اكتر ما بندي. بيشوفوا الموضوع دوت شطاره منهم، او بيشوفوا ان ده المفروض. بصوا الحته ديت خلاص، عشان انا هبني عليها برضو حاجه تانية. بصوا هي عملت ايه دلوقتي؟ هي معاها تورته ومعاها كريزه، معاها حاجات كتير خلاص. هتعمل فيها ايه دلوقتي؟ ما مش هينفع تروح عليها البيت، يعني مش هينفع. وفي نفس الوقت الاسم بتاع اليانج موجود عليه. هتعمل ايه؟ اللي حصل ان هي قررت وقتها بطريقه يعني غير واعيه خالص، بالصدفه البحته، ان هي قررت انها توزع التورته دي في على الشارع، وتوزعها على روح مين؟ على روح يعني حد من طرفها، وعلى روح بابا اليانج. خلاص. بابا اليانج هي ما تعرفوش، ما قابلتوش في الحياه دي لان هو كان اتوفى. هي ما تعرفوش في الحياه دي، ما قابلتوش معامله شخصيه، ولكن هي كانت بتحبه جدا. خلاص. هنقفل بقى على المشهد دوت. اوكي. هيحصل احداث كتيره جدا جدا جدا، وسنين بقى قاعده بتمر. خلاص. حاجات كتير، وان وقف وانتوا رايحين وانتوا جايين، والايجو يخش ما بينكم والايجو يطلع ما بينكم، وتتعرفوا على ناس وتفتكروا ان الحياه، وتفتكروا ان العلاقه دي الملف بيتقفل، ما يتقفلش، وتفضلوا بقى ايه رايحين جايين بقى بالطريقه دي، والسنين تمر والوجع والالم، وانتوا برضو الفكره ان انتوا ايه، الحب بيرجعكم، فانتوا بتفتكروا ان وترجعوا تاني مش قادرين تكملوا، لان انتوا بتبقوا مش عارفين. المهم الفتره دي هي خلاص، هو سنين مرت وهي ابتدت، هي عرفت ان دي علاقه اسمها توأم شعله. جالها ارشاد وجالها اسمه اسقاط نجمي. هي خلاص عرفت ان دي حاجه اسمها كذا كذا كذا، وبيتعامل فيها كذا، والعلاقه دي بتعمل كذا، وابتدى يحصل لها على فترات حته اللي هو السور ريممبرنس، اللي احنا بقى بنسميه ايه، ان الروح بتبتدي تمرر بقى ليكوا الالهامات، بتمرر ليكوا حتت من حيواتكم الباست لايف. اوكي. ف وكانت هي فعلا كانت كل مره بترجع لليانج لما تحس ان هو، هي بتبقى زعلانه منه لكن ما بتعرفش تواجه. وانتوا على طول كلكم كده على فكره، قبل التشافي انتوا مش بتواجهوا خالص، انتوا وده نوع من انواع الهروب، عشان تبقوا عارفين انتوا بتكتموا جواكم، ما بتعرفوش تروحوا وتقولوا بنعمل وبنعمل وليه وليه وليه، لا ما بتتكلموش. يعني الحته دي مش ليه، لان عشان كده بقول لكم انتوا لازم مهم ترفعوا طاقه الذكوره عندكم كين. الحاجات دي انتوا اول ما بتتشافوا طاقه الذكوره بتعلى، لما طاقه الذكوره بتعلى بتقدروا ان انتوا تروحوا تتخانقوا، اللي هو احنا لا 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 احنا موجودين، يعني احنا ما هيتعملش فينا كده هو. تمام. فالمهم هي كانت بيبقى الحتت اللي هي بتروح وبترجع فيها دي، هي بتبقى عارفه مثلا ان اليانج محتاجها. انتوا كلكم في الحته دي على فكره بيصعبوا عليكم، فبتروحوا لهم. حتى لو انتوا ما بتتكلموش، لكن انتوا بتبقوا عارفين لان انتوا قلت بقى خلاص اللي هو الحبل الاسير اللي ما بينكم دوت، فانتوا بتبقوا عارفين ان هم تعبانين، مش في المود، حاسين بوحده، فبتروحوا لهم. هم ما يعرفوش اي حاجه من الحاجات دي، هو بالنسبه لهم هم بيشوفوا ان انتوا بتروحوا وبترجعوا، لكن مش فاهمين السبب، لان مشاعركم دي كلها من جواكم انتوا، وافكاركم من جواكم انتوا. خلاص. فالمهم حصل احداث كتيره جدا جدا جدا، كانت النهايه بتاعتها ان في فتره من الفترات ان هي قررت ايه، ان ستوب. ودي المرحله دي انتوا بتقفوا فيها كان ستوب بقى خلاص. يعني ايه، احنا كده اتداس علينا للاخر وجبنا للاخر، وفي نفس الوقت انتوا شايفين ان العلاقه ما بتتحركش، العلاقه واقفه، لا هي بتكمل ولا هي بتنتهي، فانتوا بتبقوش عارفين تعملوا ايه. الين في المرحله دي هي وصلت لمرحله ان هي خلاص بقى هي زهقت. خليني اقول حاجه، لما هتكلم على هدخل لكم برضو في القصه دلوقتي الاتصالات بتاعه الخريطه الفلكيه والتوافقيه بتاعتكم بتعمل في حياتكم ايه انتوا الاثنين. تمام. وان شاء الله هتفهموا برضو اكتر لما في الحلقه بتاعه الخريطه الفلكيه هقول لكم بقى بالظبط الكواكب معينه بتعمل ايه في حياتكم انتوا الاثنين. كله يا جماعه بخطه الهيه، سبحان الله سبحان الله بجد. يعني انا ما كنت ببقى قاعده كده هوت واقعد احلل وافكر، انا قاعده بتفرج على عظمة خلق ربنا، عظمة أرواحكم، وعظمة الخطة الإلهية، بعيد طبعا عن الوجع والألم وكل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي. تمام. فهي هم بصوا، هو
من حاجه اسمها طاقه زحل. خلاص، وكتير من اليانج عندهم كده هوت. ليه؟ لان هم المتجذرين في الكون، وهم اللي عليهم شنطه ادواتهم الاساسيه ان هم يبقوا بيبنوا. هم بيبنوا زيكم زيهم، بس قصدي ان هم الاساس بتاعهم برضه هم بيبنوا اكتر. خلاص، فهو طاقه زحل. طاقه زحل ده بيعمل ايه بقى؟ زحل ده مزحولكم وزحوله غير طبيعيه، واساسي في حياه كل توائم شعل. على فكره زحل ده هو اللي مخليكم ان انتوا العلاقه مكمله. فكره علاقات توائم الشعله دي انتوا بيتعمل فيها اسوأ وكل حاجه ما تتعملش في اي علاقه عاطفيه، ومع ذلك بتكملوا، وسبحان الله بترجعوا تصفوا تاني لبعض. ويبقى اللي هو انتوا مريتوا بأسوأ تجارب مع بعض وما بتعرفوش ازاي تصفوا. عشان كده بقول لكم العلاقه دي حبها غير مشروط. خلاص، ومن حياه لحياه. طاقه زحل. زحل هو المعلم. في ناس انا بحب اسميه ايه، المعلم الصارم القاسي قوي. خلاص، اللي هو مش هيديكوا الحاجه كده هو بسهوله، هيتاكد ان انتوا فهمتوا درس مره واتنين وعشرة، وفي الاخر يديكوا المكافاه بتاعته. اوكي، تلاقوا زحل ده كده قاعد بقى في حياتكم كده منور في كل توائم الشعلة. وعند ناس كتير، بس توائم الشعلة ده اساسي عندكم، وهو اللي بيحافظ على فكرة على استمرارية العلاقة، وهو اللي بيخلي ان في احساس حس المسؤولية، حتى لو انتم مش حاسين بحس المسؤولية. خليني اقول لكم حاجة. لما كنت بقعد اتكلم مع اليانج، انتوا عارفين ان اليانج لما تقعدوا تتكلموا معاهم، ولو هما فتحوا لكم قلبهم بقى وكده واتكلموا بصراحه، انتوا عارفين هما يبقوا شايفين ايه؟ هما هيبقوا اولا شايفين ان هما ان انتوا كاين، انتوا اكتر ناس هم حبوكوا، واكتر ناس هم ادوكوا. خلاص، وان هم في علاقاتهم التانية ما كانوش بيتعاملوا ربع اللي كانوا بيعملوه معاكم. خلاص، ومع ذلك انتوا عشان الاتصالات بتاعه الخريطة الفلكية بتاعتكم، انتوا مش هتبقوا شايفين كل دوت. مش هتشوفوا كل يا جماعة دوت غير بعد ما تخلصوا مرحلة معينة من التشافي بتاعتكم، ومرحلة معينة من الكرمات بتاعتكم كمان. تمام؟ الناحيه الين انتوا بتبقوا شايفين ان هما ما بيعملوش حاجه خالص، بتبقوا شايفين ان انتوا بندي بندي بندي، فاكرين الكوبايه بندي 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 وانتوا فين؟ هو ده بالظبط. هو بقى اليانج بيبقوا شايفين هما ادوكوا كتير وعملوا كتير واستحملوا كتير وجم على نفسهم كتير، وان دي مش طبيعتهم. شايفين الفرق عامل ازاي؟ فكمان طاقة زحل بطيئة قوي، فانتوا القرار بيتاخد بعد تردد واحد واتنين وعشرة. فهو بالنسبة هو لحياته هو متعود ان هو الحاجة تجيله بصعوبة، ومتعود ان هو يبقى فيه صعوبة في الاداء وكل الكلام ده. القرارات بتتاخد بعد تفكير رهيب، وساعات ما بتتاخدش كمان. اوكي، هي الناحية التانية بقى هي هيمنة نارية. فشايفين الفرق؟ فهيمنه ناريه وكتير من الين انتوا عندكم الحته دي. خلاص، انتوا بقى الين رجاله وستات بتبقوا عاملين ايه؟ فعارفين كده اغنيه ام كلثوم بالظبط، اللي هو هتصالحوهم وهتخاصموهم وهتتخانقوا معاهم وهتضربوهم في مخكم، وهترجعوا تحبوهم، وكل ده جواكم، لكن هم مش عارفوا حاجه. هم بقى هيبقوا لسه في اول شعور، بيحاولوا يفهموا انتوا متغيرين عليهم ليه. شايفين فرق السرعات اصلا عامل ازاي؟ فهي بتبقى كده، هي بتبقى اتخانقت منه ومتضايقه منه وزعلانه منه وشايفاه عمل فيها كل حاجه، وهتصالحه مع نفسها، وتلف وهو لسه قاعد بيشوف هي كويسه، هي مودها متغير. طب هي مش كده، عارفين الطريقه دي؟ فده اللي بيخلي برضو ان العلاقه بتاخد مده طويله وسنين كتير عشان يبتدي يتم اي حاجه تتحرك فيها. اوكي، فانا كده بقرب لكم الناحيه النفسيه على الخريطه الفلكيه، على الستبس بتاعه العلاقه ديت عامله ازاي. خلاص، فالمهم في فتره من الفترات هي قررت انها عايزه تقطع العلاقه ديت، ولو ايه اللي حصل هي هتقطعها، يعني هتقطعها. خلاص، وحطت النيه. ابتدى يجي لها صواعق وهي ما بقتش فاهمه. انتوا بتبعدوا، خلاص بتبعدوا، بتفتكروا ان ده الحاجه الصح، بس الفكره ان انتوا بيجيلكوا صواعق كرميه فتروحوا راجعين تاني، لان انتوا مش عارفين الصح فين. هو الصح ان احنا بنبعد ولا بنقرب؟ خلاص، مهم يعني في فتره من الفترات هي تقريبا بعد 5-6 سنين، انتوا متخيلين بقى بعد 5-6 سنين قررت انها تحط نيه ايه؟ نيه وحدتها النفسيه. ليه؟ علشان تحرك الاحداث شويه. حاجه من الاتنين، يا وحدتها النفسيه دي هي يا اما هيبقى في ترسيم مع اليانج، يا اما الموضوع ينتهي وخلاص. اوكي، وهي في المرحله دي، وانتوا هنا كتوائم اغلبكم ما بتبقوا زيها كده اهوت. هي كل اللي عارفاه ايه؟ ان هي واليانج كانوا في الحياه اللي فاتت. خلاص، وان قصتهم من الحياه اللي فاتت.
لكن ما عندهاش التفاصيل. خلاص. شوية قدام اكتشف ان الطرف الثالث كانت معاهم برضو في الحياة اللي فاتت، وكانت جزء من تلاعب كبير حصل في الحياة اللي فاتت، ولكن هي برضو كل ده مش عارفة التفاصيل. خلاص. كل ده بقول لكم بيحصل بقى لان انتوا ارواحكم او ارشادكم الاتنين مع بعض بيمرروا لكم الحقيقة على درجات بحسب درجة التشافي اللي انتوا بتعملوها. كأنكم بالظبط كده ستيبس قاعدين بتلعبوا جيم، خلصتوا الجيم دوت، عملتوا التشافي بتاعه، هتطلعوا ليفل اعلى، عملتوا التشافي بتاع ده، هتطلعوا الليفل اعلى، هتفضلوا بقى بالطريقة دي لحد ما توصلوا للتوب، هتقابلوا الوحش فيها. اوكي. فاللي حصل بقى دلوقتي ايه؟ ان هي خلاص، هي دلوقتي حطت النية دي. خليني اقول لكم ان النيه، عشان كده بقول لكم مهمه جدا تحطوا نيات عامه. احنا في الحياه سواء انتوا توأم ولا مش توائم شعله، خلاص، ولكن بالاخص بقى لو انتوا توائم شعله يا جماعه، ما تخلوش الحياه بتاعتكم عشوائيه وكل واحد كده ياخدكم بحسب النيه بتاعته. خلاص. اللي نفعها هي النيه اللي هي حطتها دي، وهتعرفوا نفعتها ازاي. اللي حصل ايه؟ ان هي بعد ما حطت النيه دي هي في فترة، يعني هي حطت النية وقولوا يمكن بعديها بشهرين بالكتير قوي، تخيلوا بعد 5 أو 6 سنين، تقريبا كانت داخلة على 6 سنين، يمكن بالكتير قوي ما كملتش حتى شهرين، ابتدت تحس كده ان ابتدى يجيلها إلهام. هو مش ابتدى يجيلها إلهام، هي الفترة دي خلاص هي شالت الطرف الثالث طبعا من عندنا. نقول حاجة يا جماعة بسرعة، ودي هي موجودة أكتر عند التوأم اليانج. خلاص. في فتره من الفترات عامه، انا زي ما قلت لكم ان لو الطرف الثالث دخلت هي بتفضل موجوده لحد ما الكارما تخلص للنهايه. هي مش زيكم يا جماعه، انتوا الينا بتفضلوا رايحين جايين رايحين جايين وان وقف، وممكن تغيبوا بالسنتين عادي جدا والثلاثه، وده عادي جدا والملف مفتوح. اوكي. هما مش كده، هما مش زيكم، هما ما دام دخلوا بيفضلوا قاعدين موجود لحد ما الكارما في الخالص تنتهي خالص وتتفكك. اوكي. وطبعا بيبقى في اختلافات بقى هنا، هو دي القصص بتاعتكم انتوا. خلاص. يعني انتوا برضو عليكم ان انتوا تعرفوها، بس انا بتكلم على الاغلب ودوت اللي انا شفته. تمام. كمان الفترة دي على الأغلب الأطراف التالتة اللي هم موجودين، أنا قلت لكم هم في الأغلب هتلاقوهم بيشتغلوا مع اليانج. أوكي. هتلاقوهم هم تمكنوا جدا جدا إن كل حاجة بيبقوا ماسكينها في إيديهم. وعلى فكرة ده بيبقى جزء دي، بصوا كل ده بيبقى مقصود يا جماعة. هم ده جزء من السيطرة بتاعتهم، ان هم بتبقوا شايفين ان هو بيبقوا عايزين كل حاجة تبقى في ايديهم، عشان من الاخر يبقى اللي هو ايه فايدتهم، يبقى اليانج ما يقدروش يستغنوا عنهم بسهولة. تمام. ما بقول لكم هو بيبقى المنتاليتي عكس خالص طريقة تفكيركم انتوا كين خالص تماما. انتوا اصلا ما عندكمش طريقه التفكير دي، لان زي ما بقول لكم العقد مختلف، الاهداف مختلفه، شنطه الادوات مختلفه، كل حاجه. خلاص. فهم في الحياه هي لا، اليانج بيبقوا قصدي الاطراف الثالثه بيبقوا متمكنين، وتلاقيهم دايما بيراقبوا الصغيره قبل الكبيره، عارفين كل التفاصيل. لو هو اليانج حواليه بنات هتبقى عارفه كل واحده فيهم بالظبط. خلاص. ومراقبه كل واحده فيهم، تاكدوا من الموضوع ده. لو ان شاء الله عارفين، لو ان شاء الله بواب هيبقوا عارفينه كل تفصيله صغيره وكبيره هم. ولكن الفرق انتوا يعني انتوا بيبان عليكم انتوا واضحين، خلاص هم مش واضحين خالص، هم هتلاقيهم من تحت لتحت ومكتمين وليهم بقى كده، هو دي الطريقه بتاعتهم. اوكي. ففي الفتره دي هي كمان كانت ابتدت ادركتها خلاص، هي ان هي هو هيبقى بيثق هو بالنسبه له الطرف الثالث هي ماسكه له شغله، فهو هيبقى واثق فيها. خلاص. الناحيه الثانيه هي خلوا بالكم هي كل ده بالحدس وبالالهام، بس هو على ارض الواقع مش عارفه تمسك عليها حاجه، لكن هي عارفه ومتاكده ان فيها حاجه غلط، وعارفه ومتاكده انها بتكرهها، وعارفه ومتاكده ان هي سبب بوظان العلاقه، بس هي مش قادره تفهم السبب فين. اوكي. بس زي ما بقول لكم كل ده خطه الهيه. خلاص. هتعرفوا دلوقتي. فالمهم عشان كده برضو هي قررت انها تحط النية اللي هي بتاعت وحدتها النفسية دي عشان تسرع الموضوع. ولا دي حتة النية اللي هي حطتها مش كل توائم الشعلة تاني، مش كل توائم الشعلة دي الاختلافات ما بينكم بتاعت توائم الشعلة. في عندي متجوزين هم اصلا لسه مبتدئين التشافي بتاعهم. خلاص. ومتجوزين من توائم الشعلة بتاعتهم. اوكي. بس هم عشان كده بقول لكم المجموعه دي اللي كرمتهم تقيله، واحنا شيلتهم شيله، يعني عارفين شيلتهم شيله في كل حاجه. يعني هم عندهم دور كبير ورساله لان هم كوني، وفي نفس الوقت الكارما بتاعتهم تقيله. خلاص. فاللي حصل بقى ان كده اوكي تمام، هي حطت النيه في اقل من شهرين،
في فتره كده هي حست ان يعني جالها الهام ان ممكن يبقى في اليانج هيروح يخطب او حاجه، خلاص. فهي قررت انها تروح تشوفه، علشان انا عايزه اقول لكم هي راحت شافته يمكن، وكان الموضوع ده كان بالصدفه، هي ما كانتش عارفه. بس عشان تعرفوا الذات العليا بتاعتكم انتوا الاتنين بتمرر لكم الحاجات ازاي، وطبعا الحبل الاسيري بتاعكم يمرر لكم الحاجات ازاي، خلاص. فهي راحت ساعتها تقريبا شافته، انا مش فاكره، يمكن يا اما في يوم خطوبته الصبح او قبليها بيوم، حاجه كده يعني. انتوا متخيلين التوقيتات حتى عامله ازاي؟ فشافته، شافت حد مش ده مش منظر حد، مش منظر حد راح يخطب مش منظر حد سعيد. فهي رجعت وقالت لا لا لا، ما صدقتش نفسها، ما صدقتش بمعنى اصح الالهام اللي جالها، اوكي، كدبته. فاللي حصل ان مفيش بعديها، مع بعديها على طول، بقول لكم يا جماعه ما يمكن ما كملتش يوم، بعديها على طول حد من صحابها راحوا مكلمينها على طول وقالوا لها على الموضوع. فدخلت فين ده؟ دخلت في مرحله صدمه. الصدمه دي بقى بتاعتها دخلتها فين؟ بصوا، انا عشان كده بقول لكم على فكره، القانون بتاع الصدمة ده قانون من تحت القوانين بتاعة التغيير في الكون، خلاص. عشان كده للأسف احنا بنتغير عن طريق، يعني لما في حاجات، وبالذات في النوع ده من العلاقات لما تبقى قوية قوي روحية وبالمنظر ده وعميقة، الصدمة بتحصل عشان تغيرنا عشان الشفت يحصل أسرع، خلاص. في المرحلة دي بقى هي دخلت في صدمة، وفي المرحلة دي هي قررت، والمرحلة دي انتوا كتير يعني، انا مش، لا هو انتوا كلكم تقريبا الين انتوا بتمروا بالمرحله دي، خلاص. ان كتير منكم بيقرر ان هو انتوا لا عايزين تعرفوا حاجه عن العلاقه دي، ولا عن التوأم، ولا عايزين تشوفوهم، ولا عايزين تكلموهم، ولا اي حاجه، وهتعتبروا نفسكم ان انتوا بره العلاقه دي، وهتقفلوا الموضوع بالكامل، خلاص. فعلا هو ده القرار اللي هي اخدته، ان وقطعت علاقتها بكل الاشخاص اللي هي تعرفهم، اللي يبقوا عارفين اليانج او هيتكلموا عليه او اي حاجه من الحاجات، هي مش عايزه تعرف عنه اي حاجه. بصوا بقى الارشاد بتاعكم بيخش ازاي، عشان تعرفوا تقديرات ربنا والتوقيتات بتبقى عامله ازاي. الفتره دي خلاص هي الموضوع ده قفلته، قولوا كده يمكن بتاع شهر ولا حاجه، الموضوع ما زادش. بالصدفه البحته راحت كورس، بالصدفه البحته، وكورس لا ليه علاقه بوعي ولا كورس، عادي جدا، خلاص. عشان تتعرف، بصوا انتوا الكون بيعمل لكم لينك ازاي، يعني بيعرفكم ازاي على العيله الروحيه بتاعتكم والناس اللي معاكم في الكارما، اوكي. فراحت كورس عادي جدا ما فيهوش اي حاجه خالص، عشان واتعرفت على الناس اللي هناك. من ضمن الناس اللي اتعرفت عليهم كانوا مين؟ كانت واحده هي بقت صاحبتها بعد كده، خلاص بقوا هم هي العيله الروحيه بتاعتها، وهي من ضمن الناس اللي معاها في الكارما. وبالصدفه البحته هي خلاص، هي القصه دي بالنسبه لها اتقفلت، يعني لا هي في طبقه، هي اعتبرت نفسها لا هي في توأم شعله ولا في علاقه توأم شعله، ودخلت في مرحله الانكار والرفض النهائي للعلاقه ديت، اوكي. وقررت ان هي خلاص هي هتبتدي تعيش حياتها بقى باختياراتها هي. فبالصدفه تاني البحته ان هي كانت صاحبتها دي قاعده بيفتحوا يعني بيرغوا مع بعض عادي زي حكاوي البنات. فراحت حكت لها ان هي في علاقه توأم شعله، حكت لها بقى على الظروف ومش عارفه ايه وكده، وراحت حكت لها على ايه بقى، حكت لها ان هو ان الشيخ من الشيوخ الارشاد بتوعها بابا اليانج. متخيلين؟ بصوا الاحداث عامله بتترتب ازاي. كل ده طبعا كان قاعد بيضغط مين؟ كان بيضغط على الين. كل ده الين هي مخبيه ومش هتتكلم ومش عايزه تتكلم، لحد ما في لحظه معينه البنت صاحبتها كانت بتحكي لها حاجه ان هي انفجرت في العياط، ومن هنا الموضوع ابتدى يتفتح، خلاص. ولما اتفتح هي برضو لسه، بصوا احداث كتيره بقى هتبتدي تحصل وتفاصيل تانية كتير ملناش علاقه بيها، تمام. اللي لينا بقى علاقه بيها تاني، بصوا الارشاد بيبتدي يتجمع تاني ازاي. ان هي عارفين لما الموضوع ده بيحصل لكم بتلاقوا ايه، تلاقوا مثلا انتوا بتقابلوا حد من صحابكم يقول لكم انا حلمت بيكم امبارح، او انا حلمت لكم حلم، هو ده اللي حصل لها. راحت صاحبتها مكلماها، صاحبتها برضو توأم شعله، اوكي، كلمتها وراحت قالت لها بصي من الاخر كده، هما بصوا الارشاد بتاعها في الفتره اللي فاتت دي كلها كان بيحاول يتواصل معاها، وهي خلاص قطعت ميه ونور وهواء، لا عايزه تعرف حاجه ولا عايزه تسمع حاجه، وبقت ماشيه بدماغها، تمام. فمين كان بيحاول مين كان بيحاول ان هو يهديها؟ بابا اليانج، لان هو كمان تيم الارشاد بتاعها. بصوا شوفوا، هي فاكرين هي وزعت على روحه التورته في الاول خالص، بصوا الدنيا وهي كانتش تعرف اي حاجه خالص، بصوا الدنيا بتترتب ازاي، اوكي.
بس هي في الفتره دي كانت رافضه اي حد من تبع اليانج انها مش عايزه تعرف اي حاجه، مش عايزه ولا حد يجيب سيرته. اوكي. فالمهم اليانج فساعتها هو بابا اليانج بعت صاحبتها علشان عايزها تستقبل الارشاد. هي كانت رافضه، صاحبتها قالت لها مره المهم يعني النتيجه ان هي من الاخر كانت الرساله بتاعته كانت ايه بقى؟ أقول لكم الرساله ان هو رافض الترسيم ومتضايق، وفي نفس الوقت هو وصاها على ايه؟ هو قال لها ان انتوا في كارما ما بينكم من الحياه اللي فاتت، وفي غضب كبير ما بينكم، اشتغلوا. قال لها طبعا محتاجه، هو قال لها لازم توقف الغضب، مشاعر الغضب دي تتعامل معاها وتهدى عشان تعرف تفكر صح، وان في كارما ما بينهم في الحياه اللي فاتت هي لازم تفككها عشان تعرف بالظبط المشكله جايه منين. خلاص. مش بس تخيلوا بقى، مش بس عايزه اقول لكم ان مش بس الاب كان هو من تيم الارشاد، تخيلوا مين تاني؟ الجد كمان هو كمان من تيم الارشاد. وابتدى الجد كان هو كمان في الهام، يعني بيبرر لها بيديلها كده هو شويه حاجات عن اليانج، عن المفروض هو يكون يروح فين، يعني هو المخطط الالهي بتاع روحه المفروض يبقى فين، ويبقى بيشتغل بيعمل ايه او بيجسد في رساله ايه. وطبعا بالنسبه للين استحاله، هي ما كانتش مصدقه، لان النطه من حد هي شايفه ان هو حد عملي جدا، كل حاجه بالورقه وبالحساب، وازاي النطه هيروح من هنا. تخيلوا بقى حد من النقطه مثلا دي، فلنفترض من النقطه دي هينط يروح النقطه دي، فهيروحها ازاي؟ ولكن اللي حصل في الاحداث كلها في حياه اليانج في الحياه دي هو ده اللي هو كان محتاجه علشان يعمل الشيفت دوت في الشخصيه بتاعته، وعلشان يبقى عايش من روحه ويعرف يسيطر على الايجو بتاعه. خلاص. فادي حته الارشاد. بصوا بيخش لكم ازاي. لكم مثلا ان الجد كان رسالته بقى مختلفه. هو الجد قبل ما يتوفى عمل حاجه وكان عايزهم هما اللي يكملوها بعد موته. خلاص. طب تعالوا انا عايزه اقول حاجه، ازاي تفرقوا مين معاكم في تيم ارشاد ومين مش معاكم في تيم ارشاد؟ تقدروا تعرفوها منين؟ بصوا يا جماعه، الناس اللي هم بيبقوا انا قلت قبل كده تيم الارشاد ده ممكن يبقى ناس كتيرة جدا، ممكن يبقى حد من الجدود بتاعتكم. خلاص. ممكن يبقى حد من اهاليكم لو حد متوفي، او حد من الناس الروحانية اللي ليهم علاقة بيكم. تمام. ممكن يبقى كمان حد ملايكتكم بقى وتيم ارشادكم عامة، او ممكن يبقوا يعني هما المرشدين الروحانيين درجات، وعلى فكرة هما بيتغيروا زي بحسب طبيعة المشكلة اللي انتوا فيها، وبحسب درجة الوعي. يعني ايه؟ يعني انتوا دلوقتي هما كمان ليهم درجات. خلاص، خلوا بالكم الموضوع ده. فهما دلوقتي انتوا انتوا المشكلة مثلا بتاعتكم دلوقتي بقت اصعب وانتوا مش لاقيين حل. هما هيتغيروا، هيجيلكوا الشخص اللي بنفس درجة الوعي اللي يقدر ان هو، او يعني مش الشخص اللي هو الارشاد، اللي يقدر ان هو يساعدكم في الارشاد بتاعكم. خلاص. فهم كمان بيتغيروا زي ما انتوا بتتغيروا. اوكي. فخلينا نتكلم كده، بس هبسط لكم الحته. الارشادكم ممكن الاشخاص تبقى ايه؟ خلينا نتكلم على القصه دي، على قصه الين واليانج. ممكن مثلا يبقى طريقه المعامله، لو حد هو من التيم بتاعكم من تيم الارشاد، ممكن يبقى حد مثلا ما بيقعدوش معاكم كتير. اوكي. او ان هم هتلاقوهم مثلا حد يبقى طريقه اسلوب التعامل بتاعهم معاكم ممكن يبقى فيه جفاف او قسوه شويه، او ان هو ما بيقعدوش معاكم كتير، او ان هم تحسوهم ممكن يبقوا متساهلين في حقوقهم. يعني في حاجات كتير، ولكن الحاجة الأساسية ايه؟ ان هم هتلاقوهم دايما لما تيجوا تاخدوا رأيهم هتلاقوهم دايما بيوجهوكوا الرسالة الروحية بتاعتكم. خلاص. ولكن الناس اللي مش هم في تيم الارشاد بتاعتكم هتلاقوهم ان هم بيعملوا بصوا بيوجهوكوا في كل المناطق الا الرساله الروحيه بتاعتكم. خلاص. هنا تقدروا تعرفوا تميزوا بالظبط اذا كان مين معانا في تيم الارشاد ومين اللي مش معانا في تيم الارشاد. احداث كتير طبعا حصلت جدا، وهي دخلت في مقاومه في مقاومه في مقاومه لحد ما ابتدت صواعق في مقاومه صواعق، لحد ما في مره قررت ان هي خلاص الدنيا مش نافعه، هي مش عارفه تطلع من العلاقه، وفي نفس الوقت هي مجبره انها تشتغل على الكارما. عرفتوا ليه يا جماعه؟ كنت بقول لكم ان هتتعدد الظروف في الحياه بتاعتكم، وكل واحد فيكم هيروح في الشرق وفي الغرب، ولكن هتفضلوا انتوا الاثنين ايه؟ توائم شعله. عقدكم اسمه توأم شعله، وهتفضلوا انتوا الاثنين قدام ربنا انتوا الاثنين تيم مهما حصل.
فاهمين عايزه اقول ايه؟ وعشان كده كنت مصره ان انا اقول لكم جزء ننهي بقى على موضوع التلاعب دوت خالص، بالذات في علاقه توأم الشعله. لا، اي حد بيفرق ما بين التوأم ومش فارقه بقى معايا التوقيتات خالص، هو اسمه طرف ثالث خلاص. فهي عليها دلوقتي، قدامها دلوقتي ايه الخيار؟ ان هو انها تشتغل على الكارما، مع ان ما لهاش بقى علاقه باي حاجه تانية، هي عليها تفكك الكارما خلاص. حاجات تفاصيل تانية ومش عارفه ايه وكده، هو المهم يعني